في يوم من الأيام كان سامح وعلي اللي هم أصحاب من الطفولة سمعوا عن مكان مهجور في أطراف مدينة نيبولا. الناس بتقول إنه مكان ملعون، وكل اللي يقرب منه بيحصل له حاجات غريبة. الفضول كان قوي جدا، وقرروا إنهم يروحوا يشوفوا المكان ده بنفسهم. اللي هم ما كانوش يعرفوه، ما يعرفوش إنهم هيواجهوا شر رهيب، وهيكتشفوا سر مرعب ممكن يغير حياتهم للأبد. ودي قصة صندوق من عالم الجحيم. كان سامح وعلي أصحاب من الطفولة، وكانوا دايما بيحبوا المغامرات واستكشاف الأماكن الجديدة. في يوم من الأيام سمعوا عن مكان مهجور في أطراف مدينة نيبولا. الناس كانت بتقول إنه مكان ملعون ومحدش بيجرؤ يقرب منه. الفضول خدهم وقرروا يروحوا يشوفوا المكان ده بنفسهم. وصلوا للمكان اللي كان عبارة عن بيت قديم مهجور، شكله كان مرعب وكل الشبابيك مكسورة والأبواب مصدية. دخلوا بحرص شديد، والبيت كان كله مليان غبار وأساس قديم مكسر. وهم بيتفحصوا المكان علي لمح باب سري في الأرضية. سامح قال: إيه ده؟ تعال نشوف ورا الباب ده، يمكن نلاقي حاجة مثيرة للاهتمام. فتحوا الباب بحرص ولقوا سلم بينزل لتحت. نزلوا السلم ووصلوا الأوضة تحت الأرض. كان المكان ضلمة جدا ومليان رموز غريبة مرسومة على الحيطان. وفي نص الأوضة كان في صندوق قديم شكله غريب ومثير للاهتمام. علي قال: إيه ده؟ شكله قديم جدا، يمكن يكون فيه حاجة عليها القيمة. سامح كان متردد وقال: حاسس إن في حاجة مش مظبوطة هنا، بس يلا نفتح ونشوف. علي يوافق، وبدأوا يحاولوا يفتحوا الصندوق اللي كان مطرب ومقفول بإحكام. الفضول كان مسيطر عليهم، كل واحد فيهم كان متحمس يعرف إيه اللي جوه الصندوق. كانوا فاكرين إنهم ممكن يلاقوا كنز أو حاجة نادرة، لكن اللي كانوا هيكتشفوه كان أبعد بكتير عن توقعاتهم. الجو كان مليان بالحماس، وحسوا إنهم على وشك اكتشاف سر كبير، سر ممكن يغير حياتهم للأبد. بعد ما رجعوا البيت ومعاهم الصندوق الغامض، كانوا متحمسين يعرفوا اللي جواه. سامح جاب أدوات وبدأ يفتح الصندوق بحذر. أول ما فتحوا لقوا جواه حاجات غريبة جدا، أوراق قديمة مكتوب عليها بلغات غير مفهومة، وتماثيل صغيرة لأشكال مرعبة، وحجاب قديم باين عليه إنه كان مستخدم في طقوس غريبة. بين الأوراق لقوا رسالة مكتوب عليها: الصندوق ده فيه سر كبير، اللي يفتح الصندوق لازم يعرف إنه فتح باب لعالم تاني. الشر اللي جوه الصندوق هيلحقك لحد ما تتخلص منه. سامح بعد ما قرأ الرسالة بصوت عالي قال: بيتهيألي إنه في حاجة غلط. الرسالة دي بتقول اللي يفتح الصندوق هيحصل له مشاكل. علي كان شاكك في الكلام وقال: يا عم سامح، دي بس خرافات، مفيش حاجة اسمها شرور وعوالم تانية. احنا فتحنا الصندوق اهو ومفيش حاجة حصلت. بس في اللحظة دي بدأوا يسمعوا أصوات غريبة في البيت. كأن في حد بيتحرك حواليهم. سامح قال: انت سامع الأصوات دي؟ شكلها جاية من بره الأوضة. علي رد بقلق: سامعها، دي جاية من كل مكان، مش عارف أفسر ده ازاي. الأصوات بدأت تزيد، وكل واحد فيهم كان بيحاول يلاقي تفسير منطقي للأصوات المرعبة دي. بس كل ما حاولوا يفسروا الأصوات دي كانت بتزيد، والرعب عمال يعلى. بدأوا يحسوا إن في حاجة غلط بجد، وإن الشر اللي في الرسالة دي حقيقي. قرروا إنهم يتخلصوا من الصندوق، بس كان واضح إن الموضوع مش بالساهل. كل محاولة منهم للتخلص من الصندوق كانت بتفشل، وكأن في قوة خفية بتحاول تمنعهم. الخيالات بدأت تظهر على الحيطان، وحسوا إن البيت بقى مرعب أكتر من أي وقت فات. سامح قال: لازم نلاقي طريقة نتخلص بيها من الصندوق ده، أو نفهم على الأقل إيه اللي بيحصل. علي وافق وقال: مفيش وقت نضيعه، لازم نتحرك حالا قبل ما الموضوع يبقى أخطر. الليلة بقت أطول وأصعب، وكل لحظة
كانت بتزيد من إحساسهم بالرعب والتوتر. كانوا عارفين إن الليلة دي هتكون الفيصل بين إنهم يواجهوا الشر اللي خرج من الصندوق أو يدفعوا الثمن غالي جدا وهو حياتهم. الأصوات الغريبة زادت والخيالات بدأت تتحرك حوالين سامح وعلي كأنها كائنات حية. البيت بقى كله مرعب وكل حاجة فيه كانت بتدل على إن في حاجة مش طبيعية بتحصل. سامح قال لعلي بصوت مهزوز: لازم نرجع الصندوق ده للمكان اللي لقيناه فيه، يمكن ده يوقف الشر اللي ملاحقنا ده. علي كان مرتبك بس وافق وقال: يلا نرجع الصندوق قبل ما يحصل حاجة أسوأ. جمعوا شجاعتهم وخدوا الصندوق وخرجوا بسرعة من البيت رايحين للمكان المهجور اللي لقوا فيه الصندوق. الطريق كان طويل وسواد الليل كان بيزيد من رهبتهم. كانوا بيجروا بأقصى سرعة وهم بيحاولوا يهربوا من الأصوات اللي بتلحقهم والخيالات اللي بتقرب منهم. لما وصلوا للمكان المهجور دخلوا بسرعة ورجعوا للسرداب اللي لقوا فيه الصندوق. سامح قال: يلا نحط الصندوق هنا ونرجع، يمكن ده يوقف الشر. حطوا الصندوق في مكانه بس الخيالات ما وقفتش وفضلت تتحرك والأصوات عمالة تزيد. فجأة ظهرت كائنات شبه أشباح قدامهم وأشكالها مشوهة وبدأت تهاجمهم. علي حاول يدافع عن نفسه بس الكائنات كانت أقوى منهم. سامح صرخ: لازم نخرج من هنا حالا، دي مش هتكون نهايتنا. جريوا بسرعة ناحية السلم بس الكائنات كانت بتقرب أكتر. في اللحظة الأخيرة علي وقع على وشه على الأرض وحس بحاجة بتمسك رجله. سامح حاول يساعد علي بس الكائنات كانت بتهاجمهم بشراسة. علي قال بصوت عمال يبعد: سامح اهرب، ما تخليش الشر يمسكك. سامح كان مش قادر يسيب صاحبه بس عارف انه لازم ينجو. بصعوبة شديدة سامح خرج من السرداب ورجع للبيت وهو مرعوب ومنهار. فضل سامح يعيش بذكريات الرعب اللي شافها وفقدانه لصاحبه العزيز على قلبه علي. البيت المهجور بقى مكان للشر والرعب وكل اللي يعرف القصة كان بيبعد عنه. النهاية كانت مأساوية بس سامح كان عارف انه حاول بكل جهده يواجه الشر بس الشر كان أقوى. عاش سامح بذكريات الليلة المرعبة دي وكل مرة يفكر في علي يحس بوجع وفقدان كبير. البيت المهجور اللي فيه الصندوق الملعون بقى مكان محرم وكل اللي سمع القصة اتعلم انه في حاجات مش المفروض يتلعب بيها.